اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيه ده يا زوزو؟ ده يا قلب زوزو شوية حمام بقى عملناهم لوز العنب، حاجة كده يستاهلوا بقك انت وهي والله العظيم. كملي معايا الفيديو للآخر وانت تشوفي الطريقة من الألف للياء. الحمامة بلون رائع ده عملناه ازاي؟ وفي نفس اليوم يا جماعة كنت عاملة الحمام وعاملة بسم الله ما شاء الله جنب رز بالمكسرات، رز بسمتي بالمكسرات ورقاق طري وسمبوسه. وكان فضل ونعمه من عند ربنا، اللهم ديمها نعمه علينا واحفظها من الزوال يا رب. بجد كان الاكل طعمه حكايه، ولا الحمام ولونه الرائع ده هقول لك عملت اللون ده ازاي. كان تحفه وكان قمر وحاجه كده تستاهل. بصي بقك انت وهي وتنزل في القلب على طول، في القلب كده على طول. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف طريقة الحمام الرائعة دي ازاي. جبت الحمام بتاعي يا ستي البنات انت وهي، كان معايا في وش العدو 5 تكواز حمام. وهنا هوت بقى انا عايزه، شايفه العظمه دي؟ انا عايزه اكسر العظمه دي عشان الحمامه لما تحشيها تكبر معاكي وتبقى الفرده ما شاء الله حلوه معاكي كده اهو. انا هنا تضغطي على العظمه اللي فوق دي كده من فوق، ودخلي ايدك من جوه الحماميه علشان تقدري تسلتي العظمه. هي هتغلبك شويه زي ما غلبتني كده، بس هنفضل وراها لحد ما نشيل العظمه دي، علشان لما تحشيه بقى ان كان فريك او رز تتفرجي على الحماميه بسم الله ما شاء الله تبقى حلوه كده ومليانه في ايدك اهو. انا هنا بحاول اطلع العظمايه وهطلعها فعلا وهوريها لكم لما هتطلع اهو. انا سلقت العظمايه بقى كسرتها وطلعتها اهي العظمايه اهي. خلاص انا بص الحماميه بقى ايه طرت معايا وكبرت، وهتحشيها براحتك كده اهو. هوريكم واحده كمان هسلك منها العظمايه ديت ونكسرها علشان الحماميه تبقى كبيره معاكي كده بسم الله ما شاء الله. اهي انا كسرت العظمايه هنا اهو، وبدخل ايدي بقى الناحيه التانية من جوه الحماميه عشان احاول اسلت العظمايه اللي هي بتبقى بارزه كده في قلب صدر الحمام. لما بتحشيه بقى من فوق ومن تحت بص تلاقي الحماميه اتفردت معاكي كده وبقت كبيره بسم الله ما شاء الله وفي منتهى الجمال. وهنا بقى يا ستي البنات انا ادي العظميه التانية اهي خلصتها. تعالوا بقى نعمل الخلطه بتاعت الفريك. انا عن نفسي بحشيه فريك، لو انت بتحشيه رز نفس القصه بتاعت الفريك هي الرز اهي. بس هنا انا بقول لك الحماميه بتاخد مقدار كبشه ايدك فريك، ان كان رز او فريك مقدار كبشه ايدك كده. هنا بقى يا ستي البنات انا نزلت حته سمنه كده ورحت نازله بالكبد والقوانص بتاعه الحمام اهو. شوحيها علشان الزفاره تطلع منها، وحط عليها حبه ملح وفلفل وافضلي تشويح فيها بقى كده اهو اهو. وبعد كده بعد ما تتشوح وتحسي ان هي اتشوحت كلها في قلب بعضها كده اهو، تعملي ايه؟ تنزلي بقى ببصلايه مكعبات حلوه كده اهو عليها، وتفضلي تقلبي شمال ويمين. وطبعا انا قلت لك الفريك مقدار كبشه ايدك كده فريك دي للحماميه. عملتي مثلا 10 حمامات يبقى 10 كبشات فريك. وهنا اهو يا ستي البنات هحط الفريك عليها وابتدي احشيه. وهنا حشيته بقى كله، كلكم عارفين الحشو ازاي طبعا اهو. بصوا الحمامية مبططة ازاي علشان ما يطقش منك يا قمرايه. نغزيه كده بالخله من الظهر ومن الصدر، عمره ما يطق منك ابدا. وهنا هو بقى يا ست البنات خسقته في الميه بتاعته اللي انا غليتها اهي، وانزل بالحمام بتاعي كميه الحمام اللي انا عاملاها دي كلها. طيب اللون يا زوزو القمر اللي انت وريته لنا في الاول، اللون القمر دوت يا ستي البنات هتحطي حته معلقه سمنه مع معلقه عسل مع حبه دبس الرمان، وقلبيه الخلطه دي كلها ودهني الحمام، وابتدي انزلي بيه في السمنه والزيت بتوعك على النار كده هوت على الطاسه. وده يعني اللون القمر اللي هيطلع معاكي بعد التحمير. هو ده الخلطه اللي انا قلت لك عليها. يلا يا ستي البنات ما تستخسريش فيا اللايك والشير، ولو جديده معايا في القناه فعلي زر الجرس عشان يجيلك من زوزو كل جديد يا قلب زوزو. بجد الحمام شكله حاجه كده تفتح القلب، مش النفس، تفتح القلب كده ينزل في قلبك. والله اعمليه بنفس الطريقه مش هتندمي، هتدعي لي دعوه حلوه من قلبك. ولكم بالمثل ان شاء الله يا ستي البنات انت وهي. بصي فردة الحمامه رائعه.